بصوا، قبل اي حاجة دي غسالة عادية اهي، اللي هي الصغيرة دي اهي. دي انا ركناها مش بستعملها يعني كتير. حطيت هنا اقل من يعني اقل يعني مثلا ايه ربعها مية. ماشي. حطيت هنا ربع نص فنجان من الملح العادي. احط كمان خل. بصوا، الناس اللي خايفة على الغسالة وانها تبقى زفرة والحاجات دي، لا احنا هننضفها مع بعض وهنشوفها كمان بعد ما نخلص. بصوا، عايزة اقول لكم على حاجة. انا شلت دي اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت الوبر والحاجات دي. تمام. عشان بس برضو ايه ما تبقاش معانا إيه فيها دي دهون يعني او حاجة زي كده. خلاص. يلا بقى بينا ايه نجيب المنبار. ده كده كيلو من الممبار ماشي، مش متنضف ولا اي حاجة. خلاص. نحطه بقى هنا. يلا بقى نشغل ايه الغسالة بتاعتنا. هنسيبه كده ربع ساعة يعني. هنسيبه ربع ساعة يتغسل بقى مع نفسه. عايزة اقول لكم يا جماعة، الاختراع ده تحفة جامد والله. شايفين؟ طبعا الخل والملح هينضفوا جدا، ومش هيخلي كمان الدهون تمسك في الغسالة. فاللي خايف من دول ان الغسالة تبقى فيها دهون ما يخافش. هنا بقى بعد ما عدت الربع ساعة، تعالوا نشوفه مع بعض. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ يعني اقول ايه، ما شاء الله بجد، يعني تحفة اختراع. واجي المية والله العظيم ما غيرتها ولا اي حاجة. يعني بصوا الخل اصلا مدوب الدهون اساسا. بصوا المية، مية بيضة. ما انا هقول لكم برضو يعني في حاجة، يعني انا بجيبه من عند الجزار اللي هو ايه متنضف، يعني نص تنظيفة، يعني اللي هو مش متنضف تنظيف كامل. لكن بصوا بيزيق، يعني عايزة اوريكم. بصوا هو ماسك في بعضه كده بس قشطة تمام. يعني هنفكه بقى. احنا بنتكلم على ايه؟ يعني بنتكلم على المبدأ نفسه. طبعا ده هيتفك كده. بصوا يا جماعة، بصوا مفيش كده. يعني يا ريتني عرفت الطريقة دي من زمان بجد. يعني مكنتش ضيعت وقت على الحوض ولا. شايفين؟ انا سايباكم انتوا تحكموا على الايه، على المنظر. يعني شايفين المية؟ بصوا، دي مية منبر يعني. حد يصدق؟ دي مية عادية، مية اهي. بصوا شايفين؟ فين الدهون بقى؟ فين الدهون؟ اهو. شفتوا بقى الخل بيعمل ايه؟ اهو دي واحدة ايه مفكوكة. ثواني بقى. شايفين؟ اهي. يعني مش عارفة انتوا شايفينها ولا ازاي يعني. شايفين؟ قشطة اهي، بيضة قشطة. تمام. اتمنى تجربوها بجد بجد والله العظيم هتعجبكم جدا. يعني انا مش جربوا في كيلو يا جماعة، جربوا في كيلو ونقول حنفية وادي على طول. شايفين؟ يعني انا بجد مستغربة اصلا ان هي ما نزلتش دهون ولا اي حاجة. وادي المنبار اهو، جميل اهو. جربوها يا جماعة عشان تندقوا ايه التجربة بقى، وقولوا لي ايه رأيكم. عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟ ان شاء الله تعجبكم. انا عايزة اوريكم اهو الغسالة، مش اي حاجة. شايفين؟ اهي.
انا لسه كمان كده ما غسلتهاش بالمسحوق او برابسو او حاجه زي كده. انا بوريكم بس ايه، ان هي ما فيهاش دهون ولا فيها اي حاجه اهو. يلا بقى مستنيين ايه بقى؟ جربوا بقى الوصفه دي هتعجبكم جدا، هتنبهروا يا جماعه، هتنبهروا. شايفين يا جماعه؟ يعني ما شاء الله بجد والله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله يعني. بصوا، يعني الممبار يا جماعه بيتكلم عن نفسه، حلو جدا ونضيف بجد والله العظيم. يعني انا مستغربه جدا، يعني مستغربه اخر حاجه، ما كنتش متخيله ان هو يطلع بالمنظر ده. يعني اللي عمل الوصفه دي كان راجل مش ست. شايفين؟ جربوها يا جماعه، جربوها بجد، هتعجبكم قوي. بصوا، اتمنى يعني تجربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. يلا بقى اشتركوا في القناه عشان بصوا اجيب لكم حاجات جديده ان شاء الله. ومش عايزه بقى الناس تتريق ولا تقول بقى لا ده كذب والحاجات دي، غير لما ان شاء الله تجربوها وتحكموا بنفسكم. يا جماعه لو لقيتوا الغساله باظت او او يعني فيها دهون او الكلام ده، لا مش هتلاقوا الحاجات دي وحياة ربنا. يعني هتلاقوها كأنكم ما غسلتوش فيها اصلا من بور. انتوا اغسلوها عادي كده بالاوكسي او الاريال او زي ما بتغسلوا يعني، ماشي، وهتلاقوها زي الفل، ولا كأنكم غسلتوا فيها حاجة اسمها منبار. يلا بقى اشتركوا في القناة واشوفكم على خير، واروح اعمل الممبار بتاعي بقى، عشان بجد انا مبهورة بيه جدا. مش محتاجة اصلا تنقعيه، ولا محتاجة ان انتي تسيبيه ساعة ولا نص ساعة منقوع في الخل والليمون ومش عارفة ايه. فهي الغسلة دي كانت غسلة من الاخر يعني. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم.